متحف الحضاره. طبعا متحف الحضاره من المتاحف الجديده اللي اتفتحت مؤخرا يعني. انما عندنا هنا حاجه مهمه جدا 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 لازم نتكلم عنها في متحف الحضاره، ودي يمكن من اهم القطع اللي موجوده هنا. انسان نزله خاطر. انسان نزله خاطر. مانيتون السمنودي قال في كتابه ان عمر الحضاره المصريه القديمه 36,000 سنه قبل الاسرات، وده ذكر ايضا في برديه تورين اللي هي المفروض بتعود الى تاريخ مانيتون. احنا شايفين هنا انسان نزله خاطر، السكيلتون بتاعته او الهيكل العظمي بتاعه بيعود الى 35,000 سنه. ده دليل على الاعمار اللي احنا بنتكلم فيها في ان الحضاره بدات مبكرا جدا قبل الاسرات كتير جدا، وكان في حضاره. وزي ما احنا شايفين الانسان ده اسمه انسان نزله خاطر عشان مش عارفين اسمه طبعا، فسميناه على اسم المكان اللي وجدت فيه السكيلتون. وطبعا باستخدام الكربون علشان نعرف عمره لقيناه عمره 35,000 سنه للهيكل العظمي ده، وكل الادوات موجوده اهي، معاه ادوات. يعني مش كان انسان بدائي وبيدور على قطف الثمار والصيد والكلام دوت، لا ده كان انسان متحضر وعنده ادوات وبيعمل ادوات، وكل الادوات اللي وجدت دي بتثبت ان الانسان في هذه الفتره كان اوريدي انسان متحضر وعنده صناعه وعنده حاجات معينه بيعملها وعنده اشياء بيستخدمها. وده اكبر دليل على ان التاريخ الموجود حاليا في الكتب بتاع الحضاره المصريه القديمه واللي هو اصل تاريخ توراتي هو خاطئ بالمره، لان الحضاره المصريه القديمه هي اقدم من ذلك بكثير.